السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيهم بزاف ديال الناس واللي عندهم عليه تصورات خاطئه، اللي هو سكيزوفرينيا، مرض الفصام او لا سكيزوفريني. شي ناس كيقولوا سكيزوفرينيا هي المرض اللي كيكون عند شي حد عنده جوج شخصيات او اكثر، ولا هذاك الحمق اللي كيهضر غير مع راسو. ولكن الحقيقه راها بعيده بزاف على هذه الصوره. وشنو هي سكيزوفرينيا؟ هي اضطراب نفسي معقد كيأثر على الطريقه اللي كيحس بها الانسان، كيفاش كيفكر وكيفاش كيشوف الواقع. ماشي ضعف في الايمان، وماشي تربيه خايبه، وماشي شي لعنه. الاعراض الرئيسيه ديالو الهلوسه السمعيه والبصريه، كيسمع شي حوايج ما كاينينش وكيشوف شي حوايج ما كاينينش. والاوهام، مثلا كيحس باللي الناس باغيين يضروه، او لا كيحسب ليه راسو راه شي شخصيه مهمه ولا شي رسول ولا عنده رساله خاصو يديرها. وصعوبه في العلاقات الاجتماعيه. وشكون يقدر يتصاب بهذا المرض؟ اي واحد، رجال، نساء، شباب، كبار. سكيزوفرينيا ما كتعزلش. والرساله ديالي لكم اليوم، راه الناس اللي كيعيشوا بهذا المرض محتاجين تفهم ودعم، ماشي احكام مسبقه. خاصنا نبدلوا الصوره النمطيه ونفهموا ان السكيزوفرينيا راه مرض مزمن بحال السكر، بحال الطونسيون، كيتعالج وكيتواكب. خليت لكم هذه الكلمه من كلام النساء، ونتلاقاو في الحلقه الجايه على السكيزوفرينيا.